السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كيكة التايجر. طبعا الكيكة دي حلوة قوي، أطفالنا كلهم بيحبوها. إيه شكلها حلو بيلفت كده نظرهم. طبعا عملتها معاكم قبل كده مرتين على القناة، إيه مرة عملناها باللبن ومرة بعصير برتقان، والاتنين أحلى من بعض. إيه النهاردة هنعملها بطريقة مفيش أبسط من كده، مكوناتها سهلة جدا ومن غير بيض. اي ما تصعبيش على نفسك واعملي احلى صينيه كيكه لاولادك ومن غير بيض. زي ما انت شايفه بتطلع هشه جدا وجميله. وكنت عملت معاكم قبل كده كيكه البرتقال برضو بدون بيض، اتمنى ان انتوا تجربوها، حلوه قوي. هسيب لكم باذن الله الفيديو بتاعها في اول التعليق مثبت. نقول بقى بسم الله ونشوف الكيكه بتاعتنا دي عملناها ازاي. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، عليهم رشه من الملح، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر. وهنبدأ نقلب الخليط بتاعنا كويس. طبعا الدقيق بتاعنا لازم نكون نخلينه كويس جدا الاول. تمام. بعد كده في اي بولة تانية هنحط كوباية من اللبن وكوباية من السكر. ونخلي بالنا ان الكوباية اللي احنا بنستخدمها تكون كلها موحدة في المقدار كله. بعد كده هننزل بنص كوباية من الزيت، وهنقلب كويس لحد لما السكر يدوب. بعد كده هننزل برشة من الفانيليا او كيس فانيليا. انا هنا مستبدلاه بمعلقة صغيرة من بشر البرتقال. بعد كده هننزل بالدقيق واحدة واحدة، وهنقلب لحد لما نوصل لقوام الكيكة بتاعنا. طبعا في الوقت ده لازم نكون مسخنين الفرن بتاعنا على 180 او على الحرارة المتوسطة. قبل طبعا ما نبدأ في الكيكة بنكون عاملين الخطوة دي. بعد كده بعد ما عملنا الخليط بتاعنا هنبدأ نقسمه لنصين. نص منهم هنحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو. يفضل ان الكاكاو يكون نوع كويس، بيفرق جدا في طعم الكيك. وهنبدأ نقلب الخليط ده وهنضيف له معلقتين من اللبن علشان خاطر قوام يبقى زي قوام الفانيليا. انا عايزة الاتنين يبقى نفس القوام. معايا بقى الصينية بتاعتي دهناها بالزيت ومبطناها بالدقيق. هنبدأ ننزل بخليط الفانيليا وبعد كده خليط الشوكولاتة. هنبدأ بقى بالتبادل كده، ننزل بحبة من الخليط ده وجزء من الخليط التاني لحد لما نخلص الكمية بتاعتي كلها. زي ما انتوا شايفين كده اهو. كل معلقة انت بتنزليها طبعا بتزقي اللي تحتيها لحد لما بتدينا الشكل الحلو ده. خلاص كده كنا خلصنا الكمية بتاعتنا. بتخبطي بس الصينية كده خبطة علشان خاطر نطلع الهواء اللي فيها. هنبدأ بقى نعمل لها شكل كده بالخلة او بطرف سكينة من جوه لبره، وبعد كده من بره لجوه العكس لحد لما يدينا الشكل الحلو ده. هندخلها بقى الفرن على الشبكة. هتقعد معايا حوالي نص ساعة. هنختبرها من النص كده بالخلة او بطرف السكينة، ما تطلع معايا نضيفة ما فيهاش اي عجين يبقى كده الكيكة بتاعتي تمام. بسيبها في الفرن لحد لما تدفى، وبعد كده بنبدأ نطلعها ونقطعها. الكيكة بتاعتي سمكها مش عالي، انا عايزاها تبقى كده. لو انت عايزة ارتفاعها يكون عالي حطيها في صينية اقل من دي، هتطلع معاكي مرتفعة اكتر من كده. بس بصوا بقى الهشاشة بتاعتها جميلة جدا وطعمها مفيش احسن من كده. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.